صاحبة القصة بتقول: كنت بحسد صاحبتي على جوزها لحد ما خليته يقع معايا، وما كنتش أعرف إني لما أدخل في مشروع مع حد هيحصل بينا كده، خصوصا إن مراته تبقى أعز أصحابي. هحكي لكم اللي حصل معايا بالتفصيل. أنا واحدة كنت عايشة بما يرضي الله مع جوزي. أنا عندي 40 سنة ومتجوزة من 15 سنة ومعايا بنتين. جوزي كان شغال على موتوسيكل بيوصل طلبات، وعمل حادثة من 3 سنين وتوفى. وللأسف الشغل اللي كان بيشتغله كان شغل حر وما كانش لينا أي معاش خالص. وخلال ال3 سنين دول أنا كنت ببيع من الدهب بتاعي علشان أقدر أصرف على البيت وعلى تعليم البنات. ليا واحدة صاحبتي قوي بعتبرها فعلا أخت ليا، بتيجي تزورني كل فترة. هي مش ساكنة معانا في نفس المنطقة اللي أنا ساكنة فيها، فهي ممكن تجيلي مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، تقعد معايا شوية وتطمن عليا. لحد من حوالي 6 شهور وهي عندي لقيتها بتسألني: هو أنت بتصرفي منين وبتعملي إيه؟ خصوصا إنها كانت عارفة إن أنا مش باخد معاش وظروفي مش أحسن حاجة. قلت لها: والله أنا معايا الدهب بتاعي لما بحتاج فلوس يعني ببيعه وبصرف منه، عشان أنا من النوع أصلا اللي عمري ما هقول لحد ساعدني أو اديني. قالت لي: طيب ما فكرتيش تشتغلي في أي حاجة؟ قلت لها: مش هينفع أشتغل وأسيب البنات لوحدهم وأنزل، وانت عارفة إن هم صغيرين، صعب جدا، أنا خاف عليهم قوي. قالت لي: طيب بصي، أنا هقولك على مشروع أنا عاملاه أنا وجوزي، فكري فيه كده، ولو حابة تدخلي معانا أنا ما عنديش أي مشكلة. قلت لها: مشروع إيه؟ قالت لي: بصي، أنا وجوزي شغالين بقالنا 2 سنين في تربية الطيور. قلت لها: بس أنا مش بفهم في تربية الطيور دي خالص. قالت لي: انتي ما تشغليش بالك بأي حاجة، جوزي أنا هو اللي هيعمل كل حاجة، ولما نربي ونبيع هتاخدي نسبة بتاعة المكسب بتاعتك من غير ما تتعبي نفسك في حاجة. قلت لها: طيب انتوا بتربوا الحاجات دي فين؟ قالت لي: احنا بنربي فوق السطوح عندنا. قلت لها: طيب هفكر كده وارد عليكي. ومن بعد ما مشيت من عندي فضلت افكر في الموضوع، وكان الدهب اللي معايا قرب يخلص، ودي حاجة اصلا كانت مخوفاني ان انا هعمل ايه بعد ما الدهب بتاعي كله يتباع. فوافقت علشان ما كانش قدامي اي حل تاني. اتصلت بيها وقلت لها: انا معاكم ان شاء الله، والمفروض ادفع كام؟ قالت لي: بصي، اللي تقدري تدفعيه ادفعيه، وعلى حسب المبلغ اللي انت هتدفعيه على قد ما هيجيلك مكسب اكتر يعني. قلت لها: خلاص، انا معايا هويشة دهب، هنزل ابيعها واشوف هتجيب كام، وهعدي عليك النهاردة اديك الفلوس. المهم نزلت خدت الهويشة اليوم ده ورحت المحل الدهب اللي انا بتعامل معاه، وزن الهويشة وطلعت 17 جرام. كان ساعتها الدهب بحوالي 3500، والهويشة طلعت بحوالي 55,000. المهم بعتها وخدت الفلوس، واتصلت بصاحبتي وقلت لها ان انا في الشارع دلوقتي وجايالك. المهم رحت قابلتها وقلت لها: بصي، انا بعت الغويشة ودول 55,000 جنيه. صاحبتي خدت الفلوس وفرحت قوي، وقالت لي: ان شاء الله هنكبر المشروع، وان شاء الله ربنا هيرزقنا. وقالت لي على اتفاقنا ان شاء الله اول لما الدورة بتاعة تربية الطيور دي تخلص في تاجر بنتصل بيه بيجي يشتري كل اللي موجود عندنا. قلت لها: خلاص تمام، انا همشي دلوقتي علشان سايبة البنات لوحدهم. وروحت البيت وبقيت بدعي ان الموضوع يتم على خير ولاقي اي مصدر دخل ليا والبناتي. وبعد 3 شهور لقيتها جايالي وجايبالي 10,000 جنيه وبتقولي: دول المكسب بتوعي. ما صدقتش نفسي وكنت فرحانة جدا. وقالت لي: فلوسك زي ما هي، هنشغلها تاني، بس احنا عندنا مشكلة. قالت لي: المكان اللي احنا بنربي فيه عندهم فوق السطوح بقى صغير، واحنا محتاجين مكان تاني علشان نكبر الدنيا. قلت لها: طيب وايه العمل؟ قالت لي: انتي ايه علاقتك
بصاحب البيت اللي انت قاعدة فيه ده، علاقتك كويسة يعني بيه؟ قلت لها دي ست كبيرة وغلبانة جدا وجوزها متوفي وزي حالاتي يعني. قالت لي طيب بما انك ساكنة في آخر دور والسطح فوقيكي، ايه رأيك نربي فوق السطح عندك؟ كلميها كده وقوليلها انك عاوزة تربي، ولو وافقت احنا ممكن كمان نأجر منها السطح ونديها 500 جنيه في الشهر. قلت لها ماشي، بس انا برضو لو هي وافقت انا مش هيكون ليا دعوة بأي حاجة، انا قايلالك من البداية ان انا مش بفهم في الموضوع ده. قالت لي ما تخافيش، هنبقى نيجي انا وجوزي نتابع ونعمل كل حاجة بنفسنا. قلت لها خلاص شوية كده وهبقى انزل لها واقول لها واشوف هتقول لي ايه. المهم في اليوم ده نزلت لصاحبة البيت قلت لها يا حاجة انت عارفة ان انا ظروفي والدنيا بقت صعبة معايا خصوصا بعد وفاة جوزي. قالت لي انت محتاجة فلوس يا بنتي؟ قلت لها لا، انا عاوزة اعمل مشروع يدخل لي اي فلوس ومحتاجة منك طلب. قالت لي خير يا حبيبتي. قلت لها انا في واحدة صاحبتي ليها في تربية الطيور وكده، فاحنا ممكن نربي فوق السطح. قالت لي وماله يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه. حتى ما طلبتش مني فلوس، بس انا بيني وبين نفسي قلت كل فترة كده هبقى اديلها حاجة. المهم كلمت صاحبتي وقلت لها ان الحاجة صاحبة البيت وافقت على اننا نربي على السطح. قالت لي خلاص هقول لجوزي ولو كده هنجيلك بكرة نشوف المكان محتاج تجهيزات ايه. قلت لها ماشي. تاني يوم جت لي البيت هي وجوزها، دخلوا الشقة عندي الأول، ودي كانت أول مرة أشوف جوزها. بصراحة قعدنا في الصالة وقعدنا نتكلم شوية قبل ما نطلع فوق السطح. بصراحة وأنا قاعدة معاهم كنت بيني وبين نفسي بحسدها على جوزها، ما شاء الله طول بعرض وحساه بيفهم في كل حاجة. حسيت اني كنت مبسوطة بصراحة وهو قاعد معانا، معرفش الإحساس ده جالي ليه أو إزاي. المهم طلعنا بعد كده على السطح نشوفه، وجوزها قال لنا إن هو هيحتاج مش أقل من 10,000 جنيه علشان نظبط المكان، وقال إن هو هيبدأ يشتغل فيه من بكرة علشان نلحق أي موسم. بعد ما مشيوا من عندي قعدت أفكر وقارن بيني وبين حياتي وبين حياة صاحبتي. هي عندها راجل بيحميها وبيصرف عليها وبيعمل مشاريع، وانا لوحدي بصارع الدنيا. ليه الدنيا ظلمة للدرجة دي؟ حتى وهي قاعدة معانا لاحظت نظراته ليها وانه مهتم بكلامها وبيبصلها. حاجات بسيطة كانت ممكن تفرق في نفسية اي حد. واحنا قاعدين فعلا انا كنت بغير منها. انا عمري ما كرهتها، بس فعلا حسيت ان انا بغير منها. في نفس الوقت سرحت وتخيلت نفسي مكانها، ايه اللي هيحصل لو كنت انا اللي متجوزة الراجل ده؟ كانت احساس غريب عليا قوي، يمكن عشان بقالي فترة طويلة مفيش راجل في حياتي، او يمكن لان جوزها فعلا شخصيته ملفتة، مش عارفة. المهم بدأ يجي عندي البيت لوحده من غير مراته، وبصراحة لما كان بيجي ما كانش بيخبط عليا ولا بيعرفني ان هو جه، ولا كنت بعرف لما بحس ان في حد بيخبط على السقف. بما اني ساكنة في اخر دور يعني، فكنت بحس بكل حاجة. فبصراحة كنت بطلع اقف معاه واتكلم معاه، وبصراحة حبيت شخصيته قوي. هو اصغر مني بحوالي 5 سنين، يعني عنده 35 سنة. وقلت له بعد كده لما تيجي لازم تخبط عليا تعرفني انك موجود، ما ينفعش تكون عندي من غير معه. قال لي انا والله مش ببقى عاوزة اتعبك في حاجة. قلت له لا، هو احنا مش شغالين مع بعض؟ قال لي اكيد. فضلنا حوالي 20 يوم كان بيجي فوق السطح كل يوم او يوم ويوم، وطبعا كنت بجهز له اكل وبعمل له عصير. بصراحة كنت مهتمية بيه جدا، لدرجة ان هو قال لي تصدقي وتؤمني بالله؟ قلت له لا اله الا الله. قال لي انا مراتي اللي هي مراتي ما بتعملش معايا اللي انت بتعمليه ده. قلت له انت اصلا ابن حنان وتستاهل كل خير.
حسيت من كلامه كده إن هو مش بيحب مراته، ومن هنا بدأ الشيطان يلعب في دماغي، وبدأ اهتمامي بيه يزيد، خصوصا إن أنا حاسة بحرمان عاطفي جامد قوي من بعد وفاة جوزي، وكنت بحاول أتغلب على إحساسي ده. بس بعد ما شفت جوز صاحبتي حسيت إن الإحساس ده رجع لي تاني. بدأت أهتم بشكلي وبلبسي، خصوصا لما أعرف إن هو هيجي لوحده، لأن ساعات مراته كانت بتيجي معاه، وأنا ما كنتش بصراحة عاوزة أبين لها أي حاجة من اللي أنا حاسة بيه، لحد ما من كتر ما أنا مهتمية بيه وخدنا على بعض، وتقريبا خلاص بقينا صحاب وحكينا لبعض على كل حاجة في حياتنا. لقيته بيقولي أنا عاوز أقولك على حاجة بس تفضل سر بينا. قلتله إيه هي؟ قالي تعرفي إن أنا معجب بيكي قوي. أول ما قالي كده أنا كنت طايرة من السعادة، بس طبعا ما حاولتش أبين قدامه أي حاجة. قلتله إزاي يعني معجب بيا وإنت متجوز؟ قالي ده مجرد جواز، إنما بصراحة مفيش حب، يعني عيشة والسلام. بعدها صرحت أنا كمان إن أنا معجبة بيه، وبدأنا قصة حب هي أجمل قصة حب أعيشها في حياتي. منكرش إن حصل بينا تجاوزات إحنا الاتنين لما كنا فوق السطوح لوحدنا، ودي كانت أجمل أوقات بالنسبة لي. كنت ببقى مرعوبة لحسن مراته تيجي في أي وقت وإحنا فوق السطح لوحدنا. كان في أوضة مقفولة فوق السطح، دي اللي بنكون مع بعض فيها. كنت بدخل معاه الأوضة شوية حوالي 2 أو 3، وبعد كده أخرج بسرعة أجري على السلم علشان أشوف في حد طالع ولا لأ، من كتر ما أنا خايفة إن مراته تشوفنا أو تعرف حاجة. فضلنا على كده حوالي 2 شهر، وبصراحة ما كنتش مرتاحة الموضوع فوق السطح ده، وحاسة إن حد ممكن يشوفنا في أي لحظة. بدأت أفكر إننا نعمل كده في الشقة بتاعتي، بس المشكلة في بناتي بيكونوا موجودين طول الوقت، لحد ما جت في دماغي فكرة إني أشوف لهم مدرسة يروحوا هما الاتنين عندها تديلهم درس 2 يوم في الأسبوع. وفعلا عملت كده، والشقة بتبقى فاضية في الوقت ده، وبقينا بدل ما كنا بنكون فوق السطح بقينا نعمل كل حاجة في الشقة عندي، وبقينا واخدين راحتنا على الآخر. اللي عجبني فيه إن هو طيب وحنين عليا قوي، وأنا عمري ما لقيت حد حنين عليا بالطريقة دي حتى لما كنت متجوزة. وفعلا كل لمسة منه بتخليني في عالم تاني، واتأكدت إني لما شفته وكنت بحسد صاحبتي عليه إن فعلا كان عندي حق. عارفة إن في ناس هتلوم عليا وعلى اللي بعمله، بس هعمل إيه؟ لو اتجوزت مش هسلم من كلام الناس، وهيفضلوا يقولوا بدل ما تقعد على بناتها وتربيهم رايحة تتجوز. فكنت حابة أعمل كل حاجة في السر من غير ما حد ما يعرف أي حاجة عني أو عن حياتي، مع إني بتمنى إنه يكون جوزي، بس للأسف مستحيل يحصل لأنه متجوز، وكمان اللي متجوزها دي تبقى صاحبتي. وحاليا المشروع اللي عاملينه الحمد لله بيكبر وبنكسب حلو قوي منه، ده غير إنه بقى يديني فلوس أكتر من مكسبي اللي احنا أصلا متفقين عليه. بقيت حاسة إن هو متجوزني فعلا وبيصرف عليا. باختصار كده احنا تقريبا دلوقتي متجوزين فعلا وبنعمل كل حاجة وعايشين حياة المتجوزين، بس مش كاتبين حاجة على الورق. أنا كل اللي خايفة منه إن صاحبتي تعرف في يوم من الأيام اللي بينا، ودي أكتر حاجة مخوفاني. نفسي أخليه يتجوزني، وخايفة من رد فعل صاحبتي قوي، ومش عارفة أتصرف إزاي. اللي عنده نصيحة ليا من قلبه ياريت يكتبها في التعليقات، وأنا هقرأ كل التعليقات بنفسي. واللي عنده قصة أو مشكلة ومحتاج يعرف آراء الناس فيها يبعتها لنا على رسائل الصفحة وإحنا هنعرضها.